بيبدأ فيلمنا بجندي سابق في القوات الأمريكية دلوقتي شغال سواق بيوصل الحاجات المشبوهة. السواق ده بيكون اسمه فرانك وبيكون عنده 3 قواعد أساسية في شغله. القاعدة الأولى منهم إن هو ما بيغيرش الاتفاق مهما كانت الأسباب، وتاني قاعدة في شغله إن هو ما يعرفش اسم حد ولا حد يعرف اسمه، والقاعدة التالتة عنده إن هو ما يفتحش الطرد وما يعرفش إيه اللي جواه. بيكون فرانك ملتزم جدا بالقواعد ديت وما بيغيرهاش تحت أي ظرف، وبياخد عربيته فرانك وبيروح يقف قدام بنك عشان بيكون عنده اوردر، وبينتظر فرانك بالعربية بتاعته قدام البنك لحد ما في 4 حرامية بيطلعوا وبيركبوا مع العربية بسرعة وبيأمروه إن هو يطلع مكان قبل ما الشرطة تيجي وتطارده، وما بيرضاش يطلع فرانك بسبب إن الحرامي خالف قاعدة من قواعد فرانك الأساسية، وبيقول للقائد إن هو متفق معاه إن هو يوصل 3 بس مش 4، وبيرفع القائد على فرانك السلاح وبيأمره إن هو يتحرك، لكن ما بيرضاش يتحرك وبيقول له ان حتى لو قتلتني ان العربية ديت ما بتتحركش غير بكلمة سر، وبيعرض قائد اللصوص على فرانك فلوس زيادة مقابل انه يتحرك بسرعة، لكن فرانك ما بيرضاش، فبيضطر قائد اللصوص ان هو يقتل راجل من رجالته مقابل ان فرانك يتحرك من المكان بسرعة. بعد ما قتل القائد راجل من رجالته ابتدى يتحرك فرانك بالعربية، لكن الشرطة ابتدت تطاردهم من كل حتة وبيفضلوا يطاردوا فرانكو والعصابة لحد ما يحاصروهم من كل مكان. بيفكروا اللصوص ان خلاص اتقبض عليهم، لكن فرانك بيكون ماهر جدا وبيهرب بيهم من فوق الكوبري، وبعد ما بيهربوا من الشرطة بيوصلهم المكان اللي هم متفقين عليه، وبيعرض قائد اللصوص على فرانك فلوس مقابل ان هو يوصله في مكان هو هيقوله عليه، وبيرفض فرانك العرض عشان كده هيكون بيخالف قاعدة من قواعد الأساسية وهي الالتزام بالاتفاق، وبيسيبوا القائد ورجالته بينزلوا يركبوا تاكسي وبيمشوا بيه بسرعة قبل ما الشرطة تكتشف المكان ويجوا يقبضوا عليه، وبيغير فرانك نمر العربية وبيروح يمسح آثار المطاردة اللي حصلت مع الشرطة، وهو بينظف عربيته في بيته بيقرا خبر القبض على ال3 حرامية اللي كان بيوصلهم امبارح، لأن سواق التاكسي ما كانش بيعرف يسوق بيهم كويس وعمل حادثة بيهم والشرطة قبضت عليهم. وأثناء ما فرانك كان بيتابع الخبر رن جرس الباب، لما راح يفتح لقى جاره تاركوني، وتاركوني ده بيكون ضابط شرطة وبيكون دايما شاكك في فرانك بسبب هدوءه دايما ونظافة عربيته، وبيقول تاركوني لفرانك إن في عربية امبارح كانت بتهرب 3 حرامية نفس لون عربيته وموديلها، بيقول له ان هم قدروا يشوفوا النمر ومحتاج يبص على عربيته بنفسه عشان يتأكد ان ما هيش هي العربية اللي هربت اللصوص امبارح، وبياخدوا فرانك للعربية بكل ثقة وهدوء وبيقول له اتفضل بص على العربية بنفسك، وبيبص تركوني على نمر العربية وبيتأكد ان مش هي نفس العربية اللي بيدور عليها. بعد كده بيجي اتصال لفرانك من شخص عايز يعمل له عملية توصيل، وبيروح فرانك يقابل الشخص ده وبيعرف ان هو عايز يوصل له طرد مجهول لعنوان معين، وبيوافق فرانك ولكن بيعرف الشخص ده على ال3 قواعد بتوعه، وبيتفق الشخص ده وفرانك على تفاصيل العملية، وبيجي تاني يوم رجالة الشخص ده وبيحط الطرد في عربية فرانك عشان يوصلها للمكان اللي اتفقوا عليه، وبيتحرك فرانك لمكان التسليم وهو في الطريق كاوتش العربية بينام، فبيركن على جنب عشان يغير كاوتش العربية، وبيفتح فرانك صندوق العربية عشان يجيب الاستبن منه، وبيكتشف إن الطرد بيتحرك، فبيستنتج فرانك إن الطرد ده جواه بني آدم، لكن ما بيهتمش فرانك إن هو يفتح الطرد اللي في العربية عشان كده هيكون بيخالف قاعدة من القواعد بتوعه. وبعد ما فرانك بيغير كاوتش العربية بيكمل في طريقه عادي ولا كأنه شاف حاجة، فبيقف فرانك في مكان عشان يرتاح شوية، وبيصعب عليه الشخص اللي موجود في العربية فبيشتري له حاجة عشان تتشرب وبيروح يفتح له. بعد تردد من فرانك بيضطر يكسر القاعدة ويفتح الطرد اللي موجود معاه في العربية. بيكون موجود في الطرد بنت جميلة اسمها ليه، ما بيرضاش فرانك يفكها وبيكتفي ان هو يديها شوية عصير من اللي هو جايبه، بيرجعها تاني في الطرد وبيقفل عليها وبيحطها في شنطة العربية، بيرجع فرانك يكمل سواقة تاني وبيلاحظ ان ليه عمالة تصرخ جامد وتخبط في الطرد، وبينزل فرانك يفك ليه وبيقول لها بلاش تخبط عشان ما يقتلهاش، فبتقول له ليه ان هي مزنوقة جدا وعايزة تخش الحمام، بيفكها فرانك وبيربط في رقبتها حبل وبيسيبها تنزل، عشان تعمل حمام، وبعد دقايق بينادي عليها عشان يشوفها راحت فين، وبيمشي ورا الحبل لكن بيشوف الحبل ان هو مربوط في صخرة، فبيتعصب جدا فرانك وبيخش الغابة يدور على ليه. بعد بحث كتير بيلاقي فرانك ليه وبيربطها وبيرجعها تاني العربية، لكن المفاجأة اللي بتقابل فرانك ان بيلاقي 2 ضباط بيستكشفوا العربية، واول ما بيشوف الضباط فرانك وهو شايل ليه يهجموا على فرانك فورا، لكن فرانك بيكون اسرع منهم وبيهجم عليهم وبيفقدهم وعيهم، وبعد كده بياخد فرانك ليه وبيروح لمكان التسليم، وبيقابل فرانك الراجل اللي هيستلم منه الطرد وبيسأله
هل انت فتحت الطرد؟ لكن فرانك بيرد عليه وبيقول له ان هو ما بيفتحش طرود وما يعرفش ايه اللي جواه. مع ذلك الراجل ده ما بيصدقش كلام فرانك، وبيطلب منه ان هو يعمل له عملية توصيل تانية، وبيوافق فرانك على العرض وبياخد منه الطرد التاني وبيمشي. وبينزل فرانك عند مطعم وبياكل قبل ما يوصل الطرد التاني، وقبل ما يوصل فرانك عربيته بدقايق بتنفجر. وبيفهم فرانك ان دي ما كانتش طرد، وبيرجع فرانك لنفس الراجل ده تاني وبيخلص على كل رجالته واحد ورا التاني، لكن بيدور عليه وما بيلاقوش. وفي نفس الوقت ده بتستغل ليه انشغال العصابة مع فرانك وبتهرب من المكان. بعد ما فرانك خلص على أفراد العصابة واحد ورا التاني، نزل الجراج وخد عربية، واكتشف وهو ماشي إن ليه موجودة معاه في العربية. فبيوقف فرانك العربية فورا وبينزلها منها، وبعد ما بيمشي فرانك من المكان بيرجع ليه تاني، وبتصعب عليه جدا، وبياخدها بربطتها وبيحطها في صندوق العربية وبيمشي. وأول ما بيوصل البيت بيفكها وبيحط لها تاكل وبيسيبها وبيطلع ينام. وبيظهر معانا زعيم العصابة وهو في المستشفى، وهو رايح يزور راجل من رجالته من اللي ضربهم فرانك، وبيسأله هو مين اللي عمل فيك كده. بيرد عليه وبيقوله إن السواق، وإن هو ما ماتش من القنبلة. وبيجي تاني يوم الصبح بيلاقي فرانك إن لين بتحضر له الفطار، وبيستغرب جدا من تصرفاتها وبيقعد يفطر. لكن المفاجأة الأكبر إن تانكوني جاي يزوره في البيت وبيلاقي عنده ليه. ولما بيسأل تانكوني فرانك عليه بيقوله إن هي الطباخة الجديدة، وهو جابها عشان هو وحيد وما عندوش حد يطبخ له، فقرر إن هو يجيب طباخة. فبيسأله تانكوني على العربية بتاعته، فبيرد عليه فرانكو بيقوله إن هي اتسرقت امبارح، وإن هو كان راح يلبس ويروح يبلغ في الشرطة دلوقتي. فبيقول له تانكوني ان عربيتك انفجرت قدام مطعم امبارح وفيها جثتين لظباط. يقول له فرانك ان هو ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده، لكن تانكوني بيكون مصدقه وبيقول له ان هو عايزه يحضر هو وليه في المكتب بتاعه عشان يعمل له المحضر بنفسه عشان يسأله بعض الأسئلة الروتينية، وبيوافق فرانك. بعد ما بيمشي الضابط بيقعد فرانك مع ليه لوحدهم، وبيحس ان في حاجة غلط. فجأة بيتضرب صاروخ على بيت فرانك من عصابة ستريت ورجالته، وبعد كده رجالة ستريت بيبتدوا يضربوا على بيت فرانك النار بشكل عشوائي جدا. اما فرانك وليه فنزلوا البدرون البيت ومنه طلعوا في مواسير المية خارج البيت، وبعد ما بيعوموا كتير بيقدروا ان هم يخرجوا من المكان ده. بعد كده بيروحوا اسم الشرطة عشان يقدموا بلاغ، وبيروحوا المكتب تانكوني، وبيكون تانكوني عارف ان بيت فرانك اتدمر تماما. وبيبتدي تانكوني يستجوب فرانك وبيسأله ايه اللي حصل، وبيقول له فرانك ان هو خرج مع لي يعوموا شوية، ولما جه لقى بيته متدمر تماما. اسأله تانكوني عن الرصاص اللي لقوه في البيت، بيقوله ان هو برضو كان خارج مع ليه وما يعرفش مصدر ضرب الرصاص ده كان فين. وهنا تانكوني رئيسه بيستدعيه فبيسيبهم في المكتب وبيروح يكلم رئيسه. وبعد ما بيروح تانكوني لرئيسه بتروح ليه لمكتبه وبتبتدي تبحث في الكمبيوتر بتاعه على اسم رئيس العصابة، تبتدي تعرف معلومات عن رئيس العصابة ده. لما بيرجع تانكوني لمكتبه وبيشوف ليه قاعدة جنب فرانك ولا كأن حصل حاجة، وبيسيبهم تانكوني يمشوا. ولما بيقعد على مكتبه بيعرف ان ليه وفرانك استخدموا الكمبيوتر بتاعه وبحثوا عن حد اسمه ستريم. وفي نفس الوقت بتطلب ليه من فرانك ان هو يروح معاها لمكان ستريم، لكن بيقول لها فرانك ان هو مش هيروح للموت برجليه. لكن بتقول له ليه ان في 400 شخص مخطوفين على سفينة، وان ال 400 شخص دولت هيتحولوا لعبيد، وكمان ابوها وامها مع الناس دي، وان هي عايزة مساعدته في تحريرهم، وان الشخص الوحيد اللي يقدر يوصلهم للسفينة ده هو ستريم. فبيتأثر فرانك باللي بتقوله ليه وبيقرر مساعدتها. وأثناء ما ستريت داخل مكتبه عادي بيتفاجئ إن فرانك وليه، وبيضرب فرانك ستريت وبيفضل يراقبه. وبيدور ليه في مكتب ستريت على أي معلومة توصلهم بالسفينة، وبيقول ستريم ليه إن أبوها جاي المكتب دلوقتي عشان يحاسبها على اللي هي بتعمله، عشان هي قايله له إن أبوها وإخواتها على السفينة المخطوف. وبيقول له ستريم إن هي بتكذب عليه. بترفع عليه المسدس في وش فرانك وبيتصدم من اللي هي بتعمله. وفي اللحظة دي بيخش أبوها هو اسمه كواي، وبيكون شريك ستريم في تجارته. وبيفضل كواي يهدف بنته لحد ما بتسيب السلاح، وبيؤمر رجالته إن هم يخلصوا على فرانك، لكن بيوقفهم في آخر لحظة بإن تانكوني طالع على السلم، وإن هو جاي يحقق معاهم بمعرفتهم بفرانك وليه.
وبيؤمر شخص من رجالة ستريت إن هم يضربوا فرانك على دماغه ويخلوه يفقد الوعي. ولما بيخش تنكون المكتب بيطلبوا منه إن هو يقبض على فرانك بتهمة الابتزاز وإن هو كان خاطف ليه، وإن فرانك كان جاي المكتب عشان يبتزهم لكن هم اتعاملوا معاه. وبيضطر تنكون إن هو يقبض على فرانك لكن بيمشي ويكون متأكد إن في حاجة مش مظبوطة. ولما بيفوق فرانك في القسم بيحكي له تانكوني على كل حاجة، وبيحكي له فرانك على 400 شخص المخطوفين على السفينة، وبيطلب منه إن هو يسيبه يطلع ينقذهم قبل ما يتحولوا عبيد، وإن هو هينقذهم بسرعة بدل ما الشرطة هتاخد وقت عقبال ما تنقذهم. وبيقتنع تانكوني وبيساعد فرانك إن هو يهرب من القسم. بيروح ياخد مركب صغير حضرها له تانكوني وفيها شوية أسلحة وبيروح على مكان السفينة. ولما بيوصل فرانك السفينة بيبتدي يصطاد في رجالة كواي وستريت واحد ورا التاني. ولما بيعرف كواي وستريم إن فرانك معاهم على السفينة بيضطروا إن هما يغيروا الخطة، بياخدوا الحاويات اللي فيها البشر من السفينة وبيضطروا إن هما ينقلوها على عربيات. بيطلعوا ورا العربيات ديت برجالتهم عشان يحموها من فرانك. وبيفضل فرانك يقتل في رجالة ستريم وكواي لحد ما بيخلص عليهم كلهم. بعد ما بيخلص عليهم بياخد عربية صغيرة وبيطاردهم في السكة لكن العربية بتاعته بتعطل. وبالصدفة بيشوف طيارة صغيرة بتاعت مزارع وبيروح لحد المزارع وبيهدده ان هو يوصله لحد عربيات كواي وستريم واما هيقتله. وبيهبط عليهم بمظلة، واول ما بينزل على عربية الحاويات بيرمي المظلة على العربية اللي قدامه وبيخليها تعمل حادثة وتنفجر. بعد ما فرانك يخلص على رجالة ستريم وكواي نزل في العربية اللي هو هبط عليها، وبيرمي السواق بره وبيبتدي يسوق بالعربية اللي فيها الناس. وبيتفاجئ فرانك ان ستريت معاه في نفس العربية وبيشتبكوا مع بعض، وبعد اشتباك طويل بيقدر فرانك ان هو يتغلب على ستريت وبيرميه من العربية. ولما بيركن فرانك على جنب بيتفاجئ ان كواي رفع عليه المسدس، اضطر ان فرانك يطيعه وبيفضل ماشي معاه لحد ما بيوصله فوق الجبل. وقبل ما بيضربه كواي بثواني بيتضرب هو بطلقة، وقبل ما يموت بيلف ويشوف مين اللي ضربه وبيتفاجئ ان ليه بنته هي اللي ضربته، وبتنهار ليه من اللي هي عملته في والدها. وبياخدها فرانك في حضنه وبيطمنها. وفي اللحظة ديت بيوصل تانكوني وكل أفراد الشرطة وبيحرروا كل المخطوفين. وهنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتقول لنا في كومنت عايزنا نلخص لك ايه الفيلم الجاي. سلام.